ليست الحوارات وحدها التي تروى القصص في عالم السينما، فهناك دلالات أعمق وأكثر خفاءً تسكن بين الظلال وتنبض بالألوان وتتكشف في تكوين الصورة. إنها الدلالات التشكيلية، تلك اللغة البصرية التي يستخدمها صانعو الأفلام ليوصلوا أفكاراً ويثيروا مشاعر ويوجهوا رسائل دون أن ينطقوا بكلمة. الدلالات هي زي ما قال سوسان، هو فرنسي الأصل، فسرها إنه الدلالات الحاجة بيدل على حاجة، عايز يقول حاجة، يعني هي كلمات لا تنطق ولكن بالحركة بالشكل. كتير جدا إحنا بنستخدمها في الفن التشكيلي. هقول الفن التشكيلي الأول وبعدين السينما، لأنه الفن التشكيلي تصنيفه من يعني أقدم من فن السينما، وهم جزئين لا يتجزئان عن بعض. ما ينفعش الفن السينما يستغنى أبداً عن الفن التشكيلي، متلازمان في كل شيء. لذلك نلاحظ إنه المخرج لما بيكون عنده خلفية تشكيلية بتفرق كتير قوي قوي قوي. ومعظم الجوائز العالمية جت من مخرجين عندهم خلفية قوية جدا عن الفن التشكيلي، أو إن هم كانوا أصلا فنانين تشكيليين. في عالم السينما تلتقي الحكاية بالتاريخ والواقع بالخيال، ولقد كان للفن التشكيلي دورا بارزا في تشكيل هوية الصورة السينمائية، من اختيارات الألوان وزوايا الكاميرا إلى توزيع الضوء والكتل. كل ذلك لم يكن عبثيا، بل مقصودا ومحكوما بدلالات ربما لن ننتبه لها، لكنها أثرت في وعينا البصري والجمالي العقود. التشكيلي بس عايزة أقول نبذة صغيرة جدا، إنه الفن التشكيلي في بعض العناصر المشتركة زي الإكسسوار، في دلائل وعلامات، والعلامات دي بتخدم الدراما، زي الحلي، زي الملابس، زي الديكور، زي التكوين بتاع الصورة السينمائية المتتالية. وهنلاقي إن في فرق بين الاتنين بسيط قوي، إنه الفن التشكيلي فن ثابت، ولكن فن السينما فن متحرك طبعا. وده ما يمنعش إن جوه الفن الثابت بتلاقي فيه حركة في اللوحة التشكيلية، وهي لوحة درامية، ممكن تحكي دراما جوه اللوحة، قصة كاملة. كذلك هتلاقي ده موجود طبعا في الفيلم بصورة فيها تقنية أعلى. يعد فيلم باب الحديد أحد أبرز الأعمال السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية. أخرجه ولعب بطولته يوسف شاهين، وكتب السيناريو بالتعاون مع عبد الحي أديب. الفيلم يعد نقلة نوعية في التعبير السينمائي، حيث جمع بين الواقعية الاجتماعية والتحليل النفسي في معالجة درامية عميقة وغير تقليدية. باب الحديد لو خدت نموذج من الحلي أو غطاء الرأس، هلاقي فيه حاجة كده، مشهد معين، هلاقي فيه ناوي، وهو الشخصية اللي مليئة بالمآسي والحرمان. الطاقية بتاعته فيها أجزاء قطع صغيرة من القماش متقطعة ومتلزقة ومش لايقة على بعضها، رغم إنه الفيلم أبيض وأسود.
دي بتمثل المأساة والحرمان اللي عدى عليه في حياته. كمان في مشهد هو معاه وفي ظهره كان في تمثال رمسيس. تمثال رمسيس لأنه فيلم باب الحديد متصور هناك، واخد في الكادر حتة كبيرة جدا، وهو بيملأ الكادر بحتة صغيرة جدا قناوي. ده في غطاء للرأس. طبعا رمسيس من العلامات المميزة في التاريخ واللي ليه شأنه. هو كان ساعتها سرحان وعمال يعني يتذكر ويفتكر ويهيم بخياله ان هو ازاي هيحصل على حاجة عمره ما هيقدر يوصل لها، اللي هي هنومة. هو في الحقيقة في فلسفة كمان ورا الفيلم، انه مش بس هو حرمان لانه هو اعرج او حاجة زي كده، لا، هو عايز يقول مخرج الفيلم انه كل انسان ما بيعرفش يوصل للهدف اللي هو عايزه فهو بالظبط مثال لقناوي. وتدور أحداث الفيلم في محطة مصر، حيث يعمل جناوي بائع الصحف المعاق نفسيا يعيش صراعا داخليا بين مشاعره المكبوتة تجاه النومة الفتاة البسيطة التي تبيع المشروبات وتستعد للزواج من أبو سريع. يتحول الحب من طرف واحد إلى هوس يقود جناوي إلى حافة الجريمة. في برضو كم شوت كده بيجي هو ورا قضبان، ده برضو فيها فلسفة، دلالة تشكيلية، لأنه الصورة عبارة عن دلالات تشكيلية بتخدم الفيلم، إن هو حبيس نفسه ورا القضبان لأنه نتيجة الحرمان والمآسي اللي شافها في حياته. برضو في صورة في نفس الفيلم لو نيجي نشوفها في البداية خالص، جايب حتة كده عاطفية ما نقدرش نخرج براها أبدا، اللي هي فيها البنت اللي كانت بتودع خطيبها أو حبيبها في أول الفيلم في محطة القطر وهو بيبص عليها وقناوي عمال يباشر، فهي ان هو المفروض مش هيجي غير بعد 4 سنين، وهي فضلت واقفة والشوط يرجع لها تاني والتصوير يرجع لها تاني وهي واقفة. طب هي هتستناه 4 سنين؟ هو ده الحرمان أو الحاجة المستحيلة اللي بيدي دلالات عنها. في هناك أفلام أخرى كلها مليئة بالدلالات التشكيلية أو الرموز التشكيلية اللي هي بتأثر في المشهد وبتخدمه دراميا. أذكر من ذلك طبعا لو ادينا مثال لعنصر المكياج، عنصر المكياج قوي جدا جدا وجه في كذا فيلم لكن نمسك من البدايات كده ونلاقي عملاق الدراما والإخراج يوسف بيه وهبي في فيلم سفير جهنم. هنلاقي انه المكياج بتاعه برضو ان هو بيوسوس وشيطان وممكن يقلب من حل حلو، عايز يبين انه انا بس يعني بوجهكم، لكن في النهاية انتوا بتعملوا اللي انتوا عايزينه، انا بوسوس بس، لكن الانسان الوسوسة بتاعته اعلى، وجاب آية قرآنية لذلك. فبيجي للصورة نشوف وهو متحول كشيطان، نلاقي الأسنان وشكل الأسنان، هو طبعا برضو دي رمزية عن إنه هو حاجة وحشة أو حاجة سيئة، شيطان. وإن الشعر جاي بشكل كده معمول تقريبا بحاجة زي الجل، ودي كأنها قرون، لكن هي مش قرون، هي شعره، بس المكياج بيقدر يغير
وبيخدم الفيلم بالحاجة اللي عايزها المخرج اللي هو يوسف وهبي، فنجح جدا. وكان الفيلم ده سنة 1900 أعتقد 45. في سنة 1955 جاء فيلم أيامنا الحلوة ليجمع بين نجوم صاعدين: عمر الشريف، عبد الحليم حافظ، أحمد رمزي، في عمل من إخراج حلمي حليم. في عنصر تاني، عنصر التكوين. لو بصينا في فيلم أيامنا الحلوة هنلاقي الفيلم أصلا في طبعا عبد الحليم وأحمد رمزي وحسن يوسف وزينات صدقي. وأتذكر في مشهدين. في مشهد كان في فاتن حمامة، مشهد ملائكي كأنها ملاك واخدة السنتر، وكانت فوق سلالم، وعلى جهتها اليمين موجودة زينات صدقي، وموجود عمر الشريف من الجهة المقابلة لزينات صدقي. يجي خلفه بالتدريج حسن يوسف وعبد الحليم حافظ، وهم صغيرين في الكادر لأنهم خجلانين جدا من اللي عملوه، إن هم يعني طالوا بالكلام المش طيب عليها، وكانوا يعني تسببوا في مشكلة كبيرة جدا. فهي هنا في اللقطة دي كأنها ظهرت في انتصار. يعد النحت واحد من أقدم الفنون التشكيلية، وهو يقوم على تشكيل مجسمات ثلاثية الأبعاد تجسد الإنسان أو الحيوان أو الأفكار الرمزية والتجريدية، وهو فن لا يقتصر على التعبير الجمالي فحسب، بل يمكن أن يحمل دلالات نفسية ودرامية عميقة. أتذكر فيلم شيء من العذاب بطولة يحيى شاهين لما كان نحات، وبطولة سعاد حسني، وبطولة حسن يوسف. حسن يوسف كان قايم بدور النحات الصغير في السن اللي بيساعد أستاذه اللي هو أستاذ رسام وأستاذ فن تشكيلي كبير السن، هو يحيى شاهين. في بعض الدلالات وبعض الصور اللي جوه الكادر تشكيلية أصلا، ودخلت جوه الكادر وخدمت الدراما. وهنا بيبان بصمات يوسف فرانسيس جوه الفيلم، هو وطبعا فناننا العظيم السجيني. بنلاقي في صورة بعض اللوحات في الفيلم وورا الكادر وليها مهمة يعني بتخدم فيها الدراما، زي لوحة عروسة المولد، زي في بعض المراحل للمرأة في لوحات الفن التشكيلي اللي في الخلفية اللي عند السلم وهو طالع في الفيلا بتاعته وبيتكلم. هو جواه بيمثل معنى الفيلم، هو حبيس نفسه، ما يقدرش ان هو يرتبط بفتاة أصغر منه سنا بكتير خالص. في فروقات في السن فظيعة. الفروقات دي عامله له عقده نفسيه. هو عارف وفاهم كويس قوي وفنان ومشاعره فياضه ان الاحساس ده صعب جدا ان هو يقدر يأديه زي ما كان في 20 سنه فاتت. فهو خايف يظلم البنت، لكن هو انسان وليه مشاعر. حتى في بعض اللقطات قال لها انا انسان كده مش هينفع، واصر انها تمشي. هو بيحبها جدا، لكن في نفس الوقت بيترجم معنى الحب وراه فلسفه عميقه. هو ده العذاب اللي هو حسه. برضه حضرتك مصمم بعد كل اللي شرحته لك؟ آسف يا سلوى،
وجودك هيسبب لي مشاكل. مشاكل ايه بس؟ مشاكل ومطبات بلاقي نفسي فيها بوصف خالد. في فيلم شيء من العذاب سنة 1969 للمخرج صلاح أبو سيف، يوظف النحت بوصفه عنصرا محوريا في البناء الدرامي للشخصية الرئيسية أحمد خالد الذي جسده الفنان يحيى شاهين. فالبطل نحات يعيش صراعا داخليا بين الرغبة والكبت، بين العاطفة والواجب، ويجد في النحت وسيلة للتعبير عن مشاعره التي يعجز عن البوح بها. لذلك في اسقاطات نفسيه في بعض اللوحات. نرجع للوحات تاني، زي اللوحه اللي رسمها ليها كلها اغراءات وهي فيها، يعني لو بصينا للوحه اللي رسمها ليها هنلاقيها كلها دلالات واغراءات، لان بتحدث عقله الباطن. لكن لو جينا نبص بالمقارنة للفنان النحات حسن يوسف لما جه يعمل لها تمثال جوه فيلته، كان أقرب للفن الإغريقي أو الروماني باللبس والدرابيهات والقماش الكتير اللي احنا بنشوفه عليها. يعني في طبعا لمسات قاعدة مثالية المرأة وكده، لكن ما كانش نفس الإغواءات والإغراءات العميقة اللي كانت فيها إسقاطات نفسية لما كان بيرسمها يحيى شاهين. تميز شادي عبد السلام بأسلوب بصري فريد استلهم فيه روح الحضارة المصرية القديمة وعبر عنها بلغة سينمائية عميقة. وعلى الرغم من قلة أعماله فإن تأثيره في السينما المصرية لا يزال حاضرا كعلامة فارقة في تاريخ الفن العربي. ان طبعا ما نقدرش ننكر الفنان لما بيبقى مخرج زي شادي عبد السلام والافلام التاريخيه. طبعا من الافلام اللي اتعملت وحصلت على جوائز عديده، فيلمه طبعا المومياء يوم ان تحصى السنين، وفيلمه القوي جدا الفلاح الفصيح اللي هو طبعا هو ليه مرجعيه أستاذه حسن فتحي الأستاذ المعماري، هو ابن الإسكندرية، وبعد ما خلص اتعلم في إنجلترا وبعدين رجع تاني كلية الفنون الجميلة واتعلم فيها فن العمارة، وكان في ازدواجية بين فن العمارة وفن طبعا الديكور وفن طبيعي الفن السينمائي اللي اتعلمه بره في إنجلترا. فكان عبقري السينما المصرية، أو نقدر نقول زي ما موتسرت في الموسيقى نلاقي شادي عبد السلام في الإخراج وفي الفن الراقي اللي بيربط تراثنا وبلدنا. في فيلم الموميا هنلاقي كل الحاجات هنلاقيها التصوير بتاعها عامة بقى من الجنب، بروفيل واخد من نفس السمات بتاعت المصري القديم. نلاقي ان الناس اللي هي عيلة الحرباء اللي موجودة كانت في الجبل وعايشة على الجثث وعايشة بيشبهها بالغربان او بالضباع اللي بتعيش على الفتات. دي رمزية تانية. بنلاقيهم اللبس بتاعهم اسود، بنلاقيهم جايين من رحم الجبل. كل دي دلالات ورموز تشكيلية. الكادر بتاع الصورة لما هو وأخوه داخلين على خندق السلالم، الفيو ده أو الشكل ده
يعني بيبين أو دلالة رمزية أو دلالة تشكيلية في الصورة بتقول إن دول داخلين على مأزق، على مشكلة كبيرة. المشكلة الكبيرة دي هي إنه بعديها أخوه بيتوفى وهو بيبقى حبيس نفسه ما بين صراعين. وهنا الدراما بتشتغل، لأن الدراما بتقوم على الصراع، إن هو إزاي إنه أهله جزء من حياته، وإن هو إزاي إن هو للأسف الشديد مش رافض تماما إزاي إن أبوه سليم كان كده، وإزاي إن كان أخوه كده. فكان كل همه إنه يحافظ على جدوده عشان يحيوا من جديد. وكان في بعض الدلالات الرمزية في الفيلم، لما الأم قالت له أغرب عن وجهي أنا لا أعرف اسما لك، وكان باللغة العربية. تتلمذ المخرج صلاح أبو سيف على يد الرائد كمال سليم، لكنه سرعان ما طور أدواته ليؤسس مدرسة واقعية خاصة به، لا تكتفي بنقل الواقع فحسب، بل تعبر عنه بالرمز. وقد تأثرت رؤيته بتجربته في مصانع غزل المحلة، فحملت أفلامه نبض الطبقات الكادحة، وزاوجت بين الصدق الاجتماعي والعمق الرمزي. نتذكر جيدا صلاح أبو سيف، ما نقدرش ننسى إن هو ليه خلفية تشكيلية واهتمام، وكل أفلامه ليها دلالات تشكيلية قوية جدا، لأنه ليه مرجع تشكيلي زي القاهرة 30. لو هنا نقول الإكسسوار، فهنتكلم عن الإكسسوار اللي ممكن يكون في الخلفية بتاعة المشهد المشهور بتاع محجوب عبد الدايم، لما كان عمال يقنعه سالم. المخرج أحمد توفيق كان بيمثل معاه في مشهد مشهور جدا، وكان وراه كان في إكسسوار تقريبا، كان في تور أو حاجة محطوطة على الحيط، وأثناء الحوار وعمال يقنعه إنه هو هيتجوز بنت، قال له ايه، بنت الريس ولا طليقته؟ قال له لا، حاجه زي كده، ده هي صديقته. فهو يعني كأنه هو هيبقى راجل ديوث، فبيقنعه بان هو يتجوزها، وهو يبقى برضو الريس موجود، في يجي يبقى ليه يوم في الاسبوع. فطبعا على طول هنا في دلاله تشكيليه قويه جدا جت، والناس كلها اكيد عارفاها، بس انا بحب اعمل سبوت عليها كويس قوي عشان أبين هنا الخلفية بتاعة الإكسسوار ممكن تخدم الدراما وتوظيفها إزاي. الفيلم ده القاهرة 30 بيبين إنه قد إيه الإنسان ممكن بيخرج بره مبادئه ويخرج بره الحاجة اللي هو عايزها في سبيل إرضاءاته الشخصية، يعني وإن هو يتجوز إحسان. وفي صورة تانية لإحسان اللي هي سعاد حسني نتذكرها، إن هي لما بنقول إحسان دي دخلت فخ، فجه هنا المخرج صلاح أبو سيف حطها جوه برواز المراية اللي هي بتضيق بيها في الكادر، ونلاقي يمين وشمال في حاجات تانية مكملة للكادر. يعني عايز يقول إن هي دخلت فخ، ما هيش دخلت حاجة كويسة يعني. احنا محتاجين مزيد من الثقافة، وكلنا بنتعلم وبنحب نفهم الأفلام ونفهم القصص، الأدب، الفن، الموسيقى، الأفلام والقصة كلهم مترابطين في فن اسمه الفنون الجميلة.
تكن الصورة في السينما المصرية مجرد إطار جمالي فقط، بل نافذة تحمل في تكوينها وإضاءتها وظلالها رموز تتجاوز حدود الكدر لتكشف عن معاني أسمى وأدق. إنها لغة السينما الصامتة التي لا تقال بل ترى وتحس.